جدا مهمة للاهتمام بالشباب والطفولة كذلك. تفاصيل كثيرة إن شاء الله نطالعها ضمن هذا التقرير لنوار البياتي. في أجواء مفعمة بالفرح والإبداع احتضنت جامعة ديالى فعاليات مهرجان قداح البرتقال الثقافي الخامس الذي أقامه مركز أبحاث الطفولة والأمومة بالتعاون مع القصر الثقافي في ديالى ومديرية التربية العامة في المحافظة احتفاء باليوم العالمي للطفل. ما تهتم بالطفل منذ أيامه الأولى لينشأ صحيحا سليما معافى وذو صحة نفسية وعقلية وبدنية، فهم العماد الذي ترتكز عليه الأوطان. وبالتالي كما تعلمون طفلنا العراقي عانى ما عانى من ويلات في السنوات الماضية بسبب آثار الحروب. يقيم قصر الثقافة والفنون بالتعاون مع جامعة ديالى مهرجان خاص بإصدار مجلة قداح البرتقال للموسم الخامس على التوالي. هدف من هذا المهرجان هو تعزيز موضوع الطفولة ونشر ثقافة الطفل. نقيم هذه الفعالية بمشاركة أكثر من 11 مدرسة بالتعاون مع المديرية العامة لتربية ديالى والتعاون مع جامعة ديالى. هذه الفعالية تقام سنويا في جامعة ديالى. الهدف من عندها هو يعني دعم الحراك الخاص بالطفولة وتنمية الطفولة باعتبارهم قادة المستقبل. كما وأكد القائمون على المهرجان أن هذه الفعاليات تأتي لترسيخ ثقافة الاهتمام بالطفولة ودعم قدراتهم وتعزيز دور الجامعة والمؤسسات الثقافية في بناء بيئة تعنى بالإبداع. كما وشهد طباعة قصة قداح البرتقال الخاصة بشريحة الأطفال. هذه القصة تبرز بأن هؤلاء الأطفال مندمجون في المجتمع وهم يواصلون المسيرة والعلاقة مع الحوزة العلمية، وذلك بمتابعتهم الدروس العلمية الدينية في المساجد، وكذلك علاقتهم بالمدرسة وأهمية العلم وطلب العلم. لم يقتصر هذا المهرجان الثقافي في جامعة ديالى على هذه النشاطات، بل جاء نتيجة فعاليات أدبية وثقافية تخللت من خلالها إصدار مجلة قداح البرتقال التي تضمنت العديد من النشاطات الثقافية والكثير من القصص التي شاركت فيها عدة مدارس في محافظة ديالى، القصص الأدبية والثقافية والدينية. هذا المهرجان بالحقيقة هو يعد ثمرة للجهد للتواصل والانفتاح لمركز أبحاث الطفولة والجامعة على المجتمع العراقي في تقديم خبراتها ونشاطاتها العلمية. بالحقيقة كما هذا المهرجان هو يقام سنوي. أطفال لبرنامج صباح كربلاء، نوار البياتي، محافظة ديالى.